طبعا أنا تدرون بي أستخدم آلاف الريماس من الأخ نوال الريماس، لكن أحب أجرب، ومن التجارب اللي أردت أجربها هو هذا آلاف الجارفو الهولندي. وكذلك اتصل بينا أحد الأخوة راسلنا أحد أصدقاء الصفحة طلب مني أن أنطي رأيي بآلاف الجارفو الهولندي. الحقيقة إخواني أنا ما أنطي رأيي ولا أنطي تقييم إن شيء أنا ما مجربته، فلذلك الشيء إذا أنطي تقييم إليه لازم أجربه. فطلبت هذا علف الجارفو من عالم الفقاسات. طلبت من يمهم جاني، طبعا طلبت 3 أكياس اللي هو العلف المدعم بالروبيان، والعلف الخاص بالدجاج الأمهات البياض اللي بالمكسرات، وكذلك العلف اللي هو أصلا للأفراخ من عمر يوم فصاعدا. طبعا الكتاكيت اللي شفتهم من البداية هذين الكتاكيت الكويتي، بديت فقط بالعلف اللي هو الخاص بالكتاكيت والعلف المدعم بالروبيان. خبطتهن سوية وقمت أنطيهن من عمر يوم أول ما طلعن هذا هسه عمرهن، يعني هسكتم بالشوف قد قدرهن إخواني. هسه هذني ويا اليوم صار لهن 47 يوم، يعني ما شاء الله نمو واكتمال الريش. ومثل ما جاي تشوفون أنا بعطي التفاصيل هي قدام عيونكم. بالاعتماد على هذا البروتين، هذا العلف بروتين عالي روبيان مثل ما جاي تشوفون واضح، روبيان طازج، يعني روبيان مو روبيان يابس أو متيبس، لا إخواني روبيان طازج. فهاي يعني أيضا حسنة هذا البروتين نقدر نذكرها، هذا العلف عفوا. الشيء الثاني النمو أيضا كل زين، وكذلك لمع الريش وصحة ونشاط. يعني هذين لاحظتهن من جربت هذا العلف. فالأخوة اللي يسألون عن هذا العلف هذا تقييم إليه، يعني والله أعطيه تقييم ممتاز. طبعا أنا شفت العيب الوحيد هو ما يعتبر عيب لأن هي الجودة عالية، سعره مرتفع، لكن إذا تقارنه بالجودة مالته والشغلات الموجودة به فهي يعني شيء على شيء، يعني سعره جدا مناسب للشغلات اللي بيه. طبعا صورة الكيس مثل ما تشوفون يجي بهالطريقة هاي. هذا هسه العلف الخاص بالأمهات، اكو علف اللي خاص بالكتاكيت، واكو العلف الخاص اللي قلت لكم عليه المدعم بالروبيان يجي. طبعا اكو غير شغلات، بس انا ذني اللي فادني، واللي يريد يجربه اخواني لا بس يشتري ويجربه هو، لكن انا تقييمي كلش كلش زين. طبعا اشتريته من عالم الفقاسات، هذا رقمهم وهذا عنوانهم. طبعا هاي نبذة بسيطة عن التجربة الخاصة بي بهذا العلف، تبقى انتم بعد حسب اللي تروونه وحسب اللي تبدونه. الآلاف موجودة هاي والنوعيات موجودة هاي، وإن شاء الله تدللون خدمتكم. واللي عنده أي منتج ثاني علف أو شيء ثاني يريدنا أسوي له تجربة وتقييم، عادي ممكن يراسلني